بيان إلى الرأي العام العالمي إن للمرأة دور أساسي في منع النزاعات وبناء السلام، ولكن في كثير من الأحيان تتعرض حياتهن للخطر، وخاصة على الجغرافيا السورية التي تشهد حالة من التخبط نتيجة السياسة الممارسة من قبل السلطة الحاكمة التي ترى المرأة من زاوية منقوصة فقط، وتحاول بشتى الوسائل إثارة الرعب لدى النساء لمنعها من المشاركة في الحياة العملية والسياسية بسلك طرق ضغط على النساء والفتيات، خاصة كمحاولات الاغتصاب والخطف، وآخرها اغتصاب فتاة من منطقة سلحب، وكذلك اختطاف فتاة تدعى هيفاء عادل قياد من مدينة كوباني أثناء مرورها على الحواجز التابعة للأمن العام بدير حافر أثناء توجهها إلى مدينة حلب لزيارة عائلتها وأقاربها. وما هذه الجريمة إلا جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات بحق النساء السوريات في كل من السويداء والساحل السوري والمناطق الخاضعة لسيطرتهم. ونحن بدورنا حركة مؤتمر ستار بحلب ندين ونستنكر بشدة هذه الجرائم وكافة أشكال العنف والانتهاكات بحق النساء في كل بقعة من سوريا، ونحمل مسؤولية هذه الجرائم للمجتمع الدولي والحكومة الحالية المؤقتة، ونطالب بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها والإفراج الفوري عن كل المختطفات والمغيبات قسرا. فالمرأة السورية هي روح الديمقراطية والداعية للسلام، ونحن سنكون صوت النساء بمواجهة الظلم والطغيان، ولنوحد صوتنا في وجه كل من يعادي المرأة ويقف في طريقها للوصول بسوريا إلى بلد ديمقراطي متعدد الطوائف والمكونات. فالمرأة هي الحياة والأمل، فلا تقتلوا الحياة. مؤتمر ستار 14/9/2025.